ناس كتير قالوا لي اله المسلمين، الاله المسلمين اللي كان بيوحي بالقرآن هو الشيطان. قالوا لي اله المسلمين شيطان. مش معقولة يا رب، لا عشاك يا رب ان انت تكون كده، لا. وانا بصيت لما لقيت الرد جالي، لما قلت يا رب ايه اللي خلقتني، ولقيت الرد جالي، قلت يبقى هو ده ربنا. بدل انا قلت يا رب يا اللي خلقتني ولقيت الرد جالي بالاذان. الاله المسلمين علموا للمسلمين، قلت لا يبقى ده مش شيطان، لان الشيطان عمره ما هينتحل شخصية ربنا، دي معروفة. عمر الشيطان ما هيحط نفسه مكان ربنا، ولو كان هو شيطان كان يسوع يقدر يمنعه، لو كان يسوع اصلا بيقدر يمنع. بقيت اقول يسوع فين يسوع؟ مفيش يسوع، مفيش، لانه ما ردش عليا. ما ردش عليا ولا ريحني، لكن اله المسلمين هو اللي ريحني. اول ما قلت يا رب يا اللي خلقت الدنيا دي كلها، الاقي الرب جالي في كلمة الله، بيقول الله اكبر. لكن هل ربنا وقف عند كده وبس؟ هل دي اخر حاجة ربنا عملها معايا؟ لا لا، كرم ربنا ما انتهاش، ما اكتفاش بكده وبس، ما اكتفاش بالاذان وبس، بعت لي كلام يتقرا علشاني انا مخصوص في اللحظه اللي انا بساله فيها. انا نزلت بعد ما سلمته، نزلت على شقتي ودخلت اوضتي برضه كله نايم، ودخلت وانا مرتاحه ومبسوطه وفرحانه على الاخر. انا لسه كنت بكلم ربنا فوق دلوقتي، لسه ربنا كان بيكلمني، سالته وجاوبني، مبسوطه على الاخر. يعني الفرحه ما جابتش زي عيني، حاسه ان انا اول مره احس ان انا بني ادمه، اول مره احس ان انا بني ادمه. ولا يا رب بيسمعني، اول مره احس ان يا رب بيسمعني واساله ويجاوب عليا. انا نزلت دخلت الاوضه، لقيت حلم بيتقرا في الجامع بيرد على الاسئله اللي انا كنت بسال فيها ربنا. والجامع دوت اصلا من ساعه ما اتعمل، يعني من ساعه ما عرفته، وفي شيخ عجوز هو اللي بيصلي بالناس كده هوت ايه في الفجر، يطلع يقول الاذان ويقول سورتين اثنين مش حافظ غيرهم، سبح باسم ربك الاعلى وقل هو الله احد، لدرجه ان انا حفظتهم من كتر ما بسمعهم. كل يوم يصلي بيهم، كل يوم يروح قايلهم في المايك ويروح داخل نايم. بس انما في اليوم ده وفي اللحظه دي لقيت شيء جديد خالص تاني غير اللي احنا متعودين نسمعه كل يوم في الوقت ده. كلام دخل كده في قلبي وعشش من جوه، كلام اتحفر جوايا. اسمعوا ربنا بعت لي ايه. اسمعوا ربنا بعت لي ايه. انا الحقيرة الضعيفة اللي مستحقش منه حاجة قصاد اللي كنت بعمله، مستحقش خالص. بعد اللي قلت عليه وعلى رسوله عبرني ورد عليا. انا فاكرة الكلام، فاكرة الكلام اللي اتقرأ وبحثت عنه، هقراه لكم. بحثت عنه على النت، كتبته، هقراه لكم. قال ايه؟ قال الله، انا مش قادرة اقراه.
انا بفتكرهم بس مرات مش بقدر اقراهم، مع اني سمعتهم قبل كده بس ما حسيتش بحاجة، انما ما حسيت ان هم جايين لي مخصوص حسيت بيهم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لا يا رب ما قالش. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما قالش لا، ما قالش انا اله، يسوع ما قالش انا اله، ما قالش، لكن احنا قلنا هو ما قالش واحنا قلنا، ما قالش كده انا اله، ايوه بقى اله. قال سبحانك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، إن كنت قلت فقد علمت، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إنك أنت علام الغيوب. لو أنت يا يسوع عالم بالغيب، لو أنت يا يسوع عارف الغيب، بتدفعني من الموقف اللي أنا فيه ليه؟ لو أنت عالم الغيب بتحط كلام في كتابك أسمع عنه كلام زي اللي سمعته ليه؟ يبقى أنت مش عالم الغيب. لا، انت لو عالم الغيب كنت هتراعي شعوري. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب. ما قلت لهم الا ما امرتني، ما قلت لهم الا ما امرتني، اللي ما أمرتني بيه أنا أعبد الله ربي وربكم. أيوة صح، أيوة ربي وربكم وإلهي وإلهكم. هو ده اللي قلته يا يسوع. أنا شاهدة، أنا شاهدة. وكنت عليهم شهيدة ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. أنت عذبهم فإنهم عبادك، أنت عذبهم فإنهم عبادك. ما تعذبنيش يا رب، ما تعذبنيش. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.